جميعنا تفاجأ بإضافة شركة ميتا لخاصية الذكاء الاصطناعي على الواتساب الخاص به، وهذا تم بدون إشعار مسبق، ما أثار القلق لدى العديد من مستخدمي الواتساب حول ما إذا كان استخدام هذه الأداة آمناً ولا يمس بخصوصيتهم. فالسؤال الذي يطرحه الجميع هو: هل يمكن إلغاء ميزة الذكاء الاصطناعي من الواتساب؟ وكيف أحمي خصوصيتي وأمنع ميتا من اختراق الملفات الخاصة بي وجمع معلومات عني؟ الطريقة المتوفرة حالياً هي تعطيل ربوط الدردشة على الواتساب إذا تفاعلت معه. إذا بدأت محادثة مع ربوط الدردشة المدعوم من الذكاء الاصطناعي من ميتا أو أي نظام آلي على واتساب، يمكن ببساطة إنهاء المحادثة أو حظرها. افتح المحادثة مع الذكاء الاصطناعي، اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، اختر حظر الاتصال أو الإبلاغ عن الاتصال لإيقاف أي تفاعل مستقبلي مع هذا الذكاء الاصطناعي. كما يمكن منع الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى بياناتك. افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات، اضغط على الخصوصية وقم بتعطيل أي أذونات قد تسمح للذكاء الاصطناعي بالوصول إلى بياناتك، مثل الموقع أو الصوت أو الوسائط. بالنسبة لمن يرغب في استخدام هذه الأداة، فميتا تؤكد أن الرسائل التي سيتم تبادلها مع ربوط الذكاء الاصطناعي هي التي سيتم تحليلها واستخدامها لتطوير هذه الخدمة. أما الرسائل الشخصية ستبقى مشفرة ولن تتوصل بها ميتا ولن يتم قراءتها. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك. أراك في الفيديو القادم.